ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يلا بينا نعمل النوتيلا الحلوة بطريقة اقتصادية عشان عيالنا في المدارس. زي ما انتوا عارفين النوتيلا بقى مبالغ خالص في سعرها. ازاي تعمليها ومن غير حليب وبطريقة سهلة وبسيطة؟ وزي ما انت شايفة حلو جدا، وده قوامه وهو سخن. طبعا لسه ما بردش، لما بيبرد بيتقل. لو تقلتيه خالص وتيجي تحطيه في التلاجة هيتجمد خالص. طريقة سهلة وبسيطة وما فيهاش اي تكاليف. بجد بجد هتعملي 800 جرام من مفيش. يلا بينا نشوف الطريقة. يلا حبايبي نتعرف على المقادير. معانا هنا كوباية مية مغلية حطيناها في الخلاط او الكبة، عليها كوباية سكر. زي ما انتوا شايفين حطيت كاكاو خام فاتح على معلقة غامق، نص كوباية. وبالجرام 80 جرام نخلناهم كويس وده مهم جدا. هنحط 100 جرام لبن بودر، 100 جرام بسكوت مطحون ناعم. حطينا هنا كيس من نسكافيه بالبندق. قلبناهم كويس مع بعض جدا. اهم حاجة التقليب. معايا هنا كوباية الا ربع من الزيت يكون ملوش ريحة. تمام حبايبي. طبعا انا هدوب السكر مع المية المغلية. السكر زي ما انت عايزة، حابة تحطي. انا حاطة 100 جرام، يعني كوباية متوسطة، كوباية الا ربع كده. تمام حبايبي. هننزل المقادير كلها في الخلاط. طبعا المواد السائلة زي ما انتوا عارفين، حطينا كوباية مية مغلية وعندي كوباية الا ربع من الزيت. تمام. هنقفل ونبدأ نضرب واحدة واحدة عشان نتأكد ان الخليط اندمج. طبعا انا نزلت الاول السكر عشان انا مستخدمة سكر حبيبات، يتضرب في الخلاط في الاول. زي ما انتوا شايفين قوام ولا اروع من كده. احسن نوتيلا اقتصادية ممكن تعمليها. روعة يا جماعة. ومش عايزين نبالغ في تقل النوتيلا عشان لما هتتلج في التلاجة هتتقل اكتر. فخلينا في القوام والمقادير دي مظبوطة. طلع معانا كام؟ طلع معانا 800 جرام، يعني حاجة ولا اروع من كده. يعني العلبة دي تمسكك اسبوع بحاله، تأكلي عيالك منها. شايفة التقل؟ شايفة القوام؟ ولا اروع من كده. بجد بجد رائع جدا. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مع اكلات وحكايات مع حنة.